ريش لون، تطبيق للقروض الشخصية من الموبايل، محمله 1000 واحد. تقدر لو انت محتاج كارد والتطبيق طبعا لسه جديد وعايز يشهر نفسه، فممكن تقدم على كارد وممكن تاخد طبعا عشان التطبيق تكتب تقييم عنه كويس. بس للأسف التطبيقات ديت كلها بتخش تحت فئة سرقة البيانات والمعلومات من أجهزة المستخدمين. كل اللي مطلوب منك عشان تتسرق وتبقى مية مية انك تحمل التطبيق وتسجل تسجيل دخول، صورة سيلفي وصورة البطاقة، وبعد كده رقم الموبايل، وبعد كده هتدخل جهات الاتصال سماح والصور والفيديوهات، ثم بعد كده تطلب القرض لحد 50,000 جنيه. ولانك انت ساذج ومش متوقع ازاي تبقى انت فاهم ان في كارد ممكن يبقى من الموبايل ب50,000 جنيه، بيكتبهولك بس عشان يجروا ريقك او يخلوك تقدم على القرض. بس انت بتحمل التطبيق عشان طمعان في القرض الكبير اللي تاخده من الموبايل وانت قاعد على القهوة وموبايلك كله على بعضه ما يجيبش 2000 جنيه، بس متوقع انك هتاخد قرض من 50,000 جنيه. وللأسف هو أنصح منك، لأن هو بيخليك تتوقع حاجة زي كده وتخش تديله كل الصلاحية وياخد هو كل الصور والفيديوهات ويبيع بياناتك وبيانات غيرك بفلوس كتيرة جدا. وبعد كده بيضرب تطبيق جديد باسم جديد، والتطبيق دلوقتي ما بيكلفوش على الجوجل بلاي أكتر من 1000 جنيه، بس بياخد بيانات كتير جدا، 10 آلاف مستخدم، 20 ألف 50,000 مستخدم، وبعد كده يبيعها وينزل بتطبيق جديد عشان الملاحقة القانونية. لو ما كنتش عارف المعلومات دي كلها وعرفتها مني، شير ولايك وسبسكرايب، وما تحملش تطبيقات القروض الشخصية في مصر، لأنها كلها نصب وسرقة بيانات بس.